اتفضل حضرتك. بص يا سميح، انا عاوزك تعقل كده وتوزن الامور بالعقل. تعال ندخل للظابط، نعمل تنازل عن البلاغ ونقفل المحضر ونتكل على الله، وبعدين نبقى نتفاهم. قلت لك من مليون مره في الطين مش هتنازل عن حاجه. انت راكب دماغك كده ليه؟ انت عارف كويس قوي ان شريف لا يمكن يعمل كده. ليه ان شاء الله؟ من اولياء الله الصالحين. انت ما شفتش بيعمل ايه مع الستات في الكومباوند؟ ايه الخلط ده؟ دي حاجه ودي حاجه. شريف طول عمره راجل محترم وتصرفاته طبيعيه جدا. الستات هم اللي ملمومين حواليه بدون سبب؟ ولا هو اللي داير يتمنظر بالحركات بتاعته في المطبخ؟ ده الرجاله في الكومباوند مش طايقينه. ده في خيالك انت بس اللي مش طايقه. يا ابني شريف صاحبنا من زمان وعمرنا ما شفنا عليه اي حاجه وحشه، سمعته زي الفل طول عمره. وبعدين يعني كان من الافضل انك تسال مراتك. بقول لك ايه يا فطين، انا ولا هسال حد ولا اتنازل عن حاجه، ريح نفسك. طب بص بقى يا سميح، شوف انا بحبك قد ايه، بس والله لو ما اتنازلت عن البلاغ ده لا انت صاحبي ولا عايز اعرفك. انسى انك تعرف واحد اسمه فطين. يعني ايه؟ تهددني يعني؟ بهددك وهقف في صف شريف، هو كمان صاحبي وانت اللي ظالمه. ولعلمك هكلم مراتك تيجي تشهد بالحقيقه. هتتنازل عن البلاغ ولا لا؟ لا. ده انت رهيب. راكب دماغه بقى. متشكرين يا فندم وقت سيادتك. لا انا لازم ادخل. اماني دي اللي جابك هنا؟ جاي الحقك قبل ما تودي الراجل في داهيه. بقول لك ايه، امشي حالا دلوقتي روح على البيت. لا طبعا مش ماشيه غير لما اشهد بالحقيقه. اماني لو ما مشيتيش دلوقتي تبقى اخر ليله على ذمتي. اعمل اللي انت عايزه. على فكره يا جماعه ما ينفعش كده. حضرة الضابط، أنا حنان صالح المحامية، وجايبة معايا الأستاذة أماني حرم الأستاذ سميح اللي مقدم بلاغ اسمه وكيل شريف صالح. اهلا وسهلا يا استاذه، اتفضلي. أنا جاية أثبت لحضرتك كذب ادعاء الأستاذ سميح بأن موكلي اقتحم بيته وتحرش بمراته. أنا معايا مدام أماني، مدام الأستاذ سميح. اتفضلي يا أستاذ، يا ريت حضرتك تسمعي الشهادة. مفيش يا فندم حاجه حصلت من اللي جوزي قالها. انا اللي قلت لشريف يدخل البيت. الحقيقه الراجل تعب معايا وشال شنط كتير جدا من العربيه لحد باب البيت، فكان من الواجب والطبيعي جدا ان انا اعزمه واقول له يدخل يرتاح شويه. وبعدين شريف مش غريب. شريف صاحب جوزي الروح بالروح، وانا صاحبه مراته من سنين. وبالنسبه لاتهام جوزك للاستاذ شريف ان هو شافه وهو بيتحرش بيكي، مفيش اي حاجه زي كده حصلت. استاذ شريف مش ممكن يعمل حاجه زي كده. جوزي هو اللي بيغير عليا بزياده. الحكايه كلها ان انا اتكعبلت وكنت هقع، وشريف حاول يلحقني. في اللحظه دي دخل سميح وحصل سوء تفاهم وجري وراه بالسكينه. سكينه؟ ايوه بس شريف لحق نفسه وجري. ما قلتلناش حاجه يعني يا استاذ سميح عن موضوع السكينه ده. هو الحقيقه انا نسيت. ويا ترى نسيت تقول لنا ايه تاني يا استاذ سميح؟